السلام عليكم. بعد غياب طويل فطيرة الملوك بالإجاص. خديت جوج إجاصات مقطعتهم على مربعات صغيرة، ضفت لهم واحد فانيلا، ثم خليتهم يتعسلوا على نار مهيلة. في إناء خديت 150 غرام سكر، 150 غرام زبدة الأكل، طربتهم مزيان حتى تجانسوا. ثم كنضيفوا 3 البيضات تدريجيا. دائما كنخلطو مزيان بالطراب الكهربائي، او ايضا يمكن الخلط بالطراب اليدوي، ماشي مشكل. ثم انا ضفتهم على جوج دفعات، ثم كنحركو مزيان مزيان او كنطربو حتى كنتحصلوا على كريمه متجانسه نوعا ما. وفي هذا الاثناء غادي نضيفوا 150 غرام الى 200 غرام ديال بودره اللوز، كديروا اي نوعيه بغيتو. ثم كنخلطوا مزيان العناصر حتى كيندمجوا مزيان. وهنايا تحصلت على هذا القوام، والبودره ديال اللوز هي هذه اللي استعملت. ثم كناخذوا الورق، لاباط فويتي، كنسرحوها، كنحطوها هكايا في اللاطه، ثم كنديروا عليها الحشوه، الحشوه ديال اللوز والزبده والسكر. ثم كنوزعوها بشكل متساوي كما كتلاحظوا في الفيديو. وفي هذا الاثناء غادي نوزعوا الاجاص المعسل بهذه الطريقه هذه، وكنحاولوا نوزعوه بطريقه متساويه دائما. وفي الاخير ما بقى لينا الا نديرو الطبقه الثانيه والورقه الثانيه من لاباط فويتي، العجين المورق. كنديروه هكايا، كنحاولوا نقدوه مزيان. وهنايا كنضغطوا على الجوانب، والا بغيتو كدهنوا بالماء باش يلتصقوا مزيان. وهنايا ضغطت عليهم بالشوكه باش نعطيهم هاد التزيين. ثم درت هكايا ثقب في الوسط، والتزيين كيبقى اختياري، انا درت تزيين بسيط كما شفتوا بالموس. وكندخلوها الفرن على درجة حرارة 180، وبصحة والراحة. كتجي لذيذة بزاف وغنية، خصوصا ان درنا فيها الاجاص. وبصحة والراحة، الى فيديو قادم ان شاء الله.